الطبلة دخلت جوه دماغي. بص بقى، الآلات الموسيقية بتخش في جسمي. الطبلة دخلت لعبت جوه دماغي، بعدها الرق دخل قلبي، رق وحنيت. فأنا مش فاهم دلوقتي، هو عنده مشكلة، قاعد بيكلم نفسه قدام البحر في مأزق، شاف واحدة. احنا في ايه ولا في ايه؟ طيب امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ عودك ده فيه اتقال موال ده. امتى حصل الكلام ده؟ لما شفتها قلبي دق 3 دقات. اشمعنى بقى 3 دقات بالتحديد؟ تك 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 بس كده، خلاص شكرا. تستاهلش اكتر من كده. انا كنت متحمس جدا للاغنيه دي 3 دقات، علشان انا عايز اعمل فيديو بعنوان اشهر اغنيه عربيه على اليوتيوب، اكتر اغنيه عربيه عامله مشاهدات على اليوتيوب على مر التاريخ. فده عنوان خطر، يعني عنوان يودي في داهيه. فقبل ما اقرر ان انا هعمل الفيديو، قلت ادخل كده على اليوتيوب واتاكد ان هي لسه الاغنيه العربيه رقم 1، مفيش اغنيه سبقتها. فاكتشفت انها مش رقم 1 اصلا. اغنيه المعلم بتاعت سعد المجرد هي رقم 1. فده كده مأزق، يا لهوي العنوان راح. هي بعد اغنيه المعلم على طول. فتخيلت العنوان، طب اكتب الاغنيه رقم 2 على يوتيوب، مش منظر. قلت بس خلاص هكتب عليها اشهر اغنيه مصريه على اليوتيوب، بما ان اغنيه المعلم مش مصريه، يعني اكيد اكتر اغنيه مصريه دي ده عنوان خطر برضو. مصر في الفن ما بتهزرش. اكتر من 800 مليون مشاهده. تخيلين الرقم؟ هل اغنيه 3 دقات ليسرا وابو تستحق هذا الكم من المشاهدات؟ مش بحب كلمه تستحق دي، ده نصيب، ما اقدرش انا اقرر مين يستاهل ومين لا. نقول هل تتوقع لها النجاح ده كله؟ قبل ما نسمع الاغنيه اكيد الاجابه لا. هم نجوم وفوق دماغنا وكل الكلام ده، بس مش انجح نجوم الغناء يعني. فده برضو ياكد فكره انك ما تقدرش تحدد ايه هينجح وايه لا، وممكن تحصل مفاجآت ما حدش يتوقعها، ما حدش معاه مفتاح. بس ده توقع قبل ما تنزل الاغنيه، قبل ما نسمعها ممكن نتوقع ان هي مش هتحقق كل هذا النجاح. طب بعد ما سمعناها هل هنغير راينا؟ ده هنشوفه بقى لما نعدي على الاغنيه. وفي كلام ان لحنها مقتبس اصلا مش اصلي، هنتكلم وهنشوف. يلا نطلع رحله ممتعه مع هذه الاغنيه. ما تيجي بس قبل ما نطلع الرحله دي تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت والحركات دي. ده تمن الرحله دي، التذكره. يلا بينا. لا اول مره يسرى مع ابو، ودي يعني ممكن الف الرحله وارجع تاني. كل الاول مره يسرى مع ابو، يعني الاول مره دي تتقال لما يبقى 2 وجودهم مع بعض مفاجاه مبهره. يا نهار ابيض، معقوله؟ انما يسرى اساسا ممثله عظيمه وكل حاجه، وابو احنا ما كناش نعرفه اصلا، ويسرى نفسها ما كانتش عارفاه. حد كلمني قال لي يسرى ابو عايزك تغني معاه، قلت له هو ابو مين؟ ابو مين؟ كانت بتقول ابو مين بالظبط، يعني ما كانتش عارفاه فعلا، مش بقول افيه. وانا برضو مش فاهم، قصه غريبه جدا. انت عايز تقنع يسرى نجمه سينما كبيره ان هي تغني الاغنيه، فبتقول لها ابو عاوزك تغني معاه. ايه المغري في المكالمه دي؟ والفكره انها راحت عادي. يعني انا بالنسبه لي الحاجه اللي ممكن اقول عليها لاول مره هي انه السيناريست الكبير تامر حبيب شارك في كتابة الأغنية. لأول مرة يشارك في كتابة أغنية وهو سيناريست كبير، فده ممكن يبقى مشوق شوية للي مهتم بالتفاصيل. طب مين اللي كتب باقي الكلمات؟ الفنان أبو، وهو اللي ملحنها. التوزيع الموسيقي للفنان رامي سمير. رغم إن الكلام في أوله مش منطقي، ولكن واحد يقول لي ثواني ليه مش منطقي؟ ما أقول لي قبل ما تقول لي ولكن. هقول لك وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، بحكي له واشكي له واشرح واعيد. عندك مشكلة بتحكيها للبحر، منطقي. فجأة لقيتها كنت فاكرها عروسة البحر خارجه من الميه. لما شفتها قلبي دق 3 دقات. الطبله دخلت جوه دماغي. بص بقى، الالات الموسيقيه بتخش في جسمي. الطبله دخلت لعبت جوه دماغي، بعدها الرق دخل قلبي، رق وحنيت. فانا مش فاهم دلوقتي، هو عنده مشكله، قاعد بيكلم نفسه قدام البحر في مأزق، شاف واحده. احنا في ايه ولا في ايه؟ طيب امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ عودك ده فيه اتقال موال ده. امتى حصل الكلام ده؟ وهو بيقول عودك ده فيه اتقال موال. طب انت عايز ايه؟ فرغم كده لكن حلو قوي في الكلام انه كان ماشي متسلسل، كانه بيحكي لك قصه من 3 اجزاء معتمدين على بعض، واللحن كان متفهم جدا ده وكان رائع. اتقسم هو كمان ل3 اجزاء. ان الجزء الاول وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، فجاه لقيتها خارجه من الميه، الطبله دخلت، الرق دخل. قال لك طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت قلت ايه يا فندم؟ فنخش على الجزء الثاني اللي هو السينيو اللي هنعيده بقى كلاما ولحنا فيما بعد. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ عودك ده فيه اتقال موال. يعني ايه موال؟ في الغنى العربي القديم اللي هو ايه لما بنقول يا ليل يا عين. فالجزء اللي جاي كلاما ولحنا بياخدنا ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهدي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. في تفاهم ما بين الكلام واللحن رائع. طبعا الحلو ما بيكملش، في جزء كده ده بيلفت نظري، ده بيعمل لي انا مشكلة شخصية. مش مشكلة يعني، مش حوار يعني، بس قصدي بيلفت وبياخد انتباهي لما يبقى الكلام ماشي واللحن يخترقه كده بمنتهى الغشومية، زي ما يكون سوء تفاهم بين اللحن والكلام. امتى الحب طال قلبي، ده المفروض، فهو بيقول امتى الحب طال وبنسكت. فقلبي بتبقى مع الجملة اللي بعدها قلبي ولا في الخيال. المفروض قلبي دي تبع اللي قبله. ده بيحصل كتير في اغاني كتير. لما بتحصل حاجه زي دي ما بستطعمهاش قوي. لو انت ما فرقش معاك يبقى هو ذوق شخصي مني، جايز. من ضمن مميزات اللحن برضو القويه جدا ان هو في سكتات كتير. الجمل
متقطعه وقصيره. ده ايه الفايده يعني في كده؟ ان مع كل سكته بتلاقي المزيكا بترد، مره تلاقي الجيتار بيرد، انت حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا، مره تلاقي الاكورديون بيرد. لما شفتها قلبي دق من دقات. فده زي ما اللحن كان عامل سينك مع الكلام كويس، هو برضو عامل سينك مع المزيكا كويس، مديها مساحتها ان هي تثبت وجودها. اقوى عنصر في عناصر المزيكا هو الاكورديون، ده البطل، ده نقل الاغنيه في حته تانية خالص. من اكتر المرات في حياتي اللي شفت استغلال عظيم للاله دي. اسمع الاغنيه وشوف الاكورديون عامل شغل رهيب ازاي، خصوصا مع المقسوم. عجبني المقسوم بتاع الاغنيه، هو مقسوم تقليدي كده، بيبدا هادي وبيسخن بس جميل. في صوتين للاكورديون، واحد طبقه واطيه شويه وواحد طبقه عاليه شويه، فممكن اقول واحد يعني مثلا رجالي شويه، واحد حريمي او بناتي شويه كتشبيه يعني. طب انا لو هبدا الاغنيه بسولو اكورديون هبدا بانهي جذاب اكتر، الصوت الولادي ولا الصوت البناتي؟ اكيد البناتي. سواء في اول الاغنيه بنبدا بالصوت اللي طبقته عاليه ده، او قبل ما الفنانه يسرا بتغني بنبدا برضو بالصوت الاكورديون اللي طبقته عاليه. انما بقى صوت الاكورديون اللي هنقول عليه الولادي اللي طبقته اوطى شويه، ده بتسمعه بقى في الفواصل الموسيقيه. دخول الفنانه يسرا هم خلوه مميز جدا يتناسب معاها كنجمه. اولا كلامها اللي بتغنيه منطقي اكتر، دخلت تغني من غير ايقاع في الاول، انا شفتك انت حب العمر وشفتك فين، بعد كده الايقاع دخل على خفيف، انت الحب طار، بعد كده الايقاع سخن، يا سيدي على الايام. في نفس الوقت داخله بتغني جمله لحن جديده ما اتقالتش. وانا احب الموضوع ده جدا، ان فجاه كده الاقيك بتديني جمله لحن جديده ما كنتش عامل حسابها، ومنها هتدخلني على السينيو امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، فتبقى دخلتني على السينيو اللي هو حلو جدا من جمله مختلفه، يعني من سكه مختلفه، فهستطعمه بشكل مختلف. فجزء يسرا مميز جدا، اتعمل فيه شغل قوي. وهي يسرا مش مطربه شهيره، ولكنها حاله شخصيه، لو وصلك من غناها الحاله بتاعتها بس هو ده المطلوب. وهنا برضو يجي الاكورديون عبقري، كان بيرد على ابو يسرا وردود متسلطنه، عشان ابو ويسرا غناهم مش هيديك النوع ده من السلطنه، فبيجي الاكورديون يرد بشكل فيه سلطنه شرقي، فيعمل اتزان للمعادله، وفي نفس الوقت يبقى مختلف عن ردود الجيتار اللي هي بتديك طعم مش شرقي، بس ردود الاكورديون تديك الطعم الشرقي، عامل اتزان للمعادله غير طبيعي. قلبي ولا في الخيال. هل اللحن ده مسروق؟ هو في حتة متشابهة، انت معايا بجد حبيبي اصدق عيني، فيها حتة بقى حبيبي ليه بحبك وتعرف ليه، زي ويا عيني يا سيدي على الايام. وبعد كده دي اغنيه بتكمل في طريقها ودي بتكمل في طريقها، فما عدناش الحد المسموح، ممكن نعتبره توارد افكار او اقتباس ايا كان، ما اعتقدش ان في مشكله. المزيكا واللحن اقوياء جدا، الكلام حلو، الكليب جميل مليان بهجه وبحر ونجوم، فاغنيه تتوقع لها نجاح كبير، بس مش للدرجه دي انها تبقى الاعلى مشاهده على مر السنين، بس هتحس ان الاغنيه طريقها سالك، بيبقى نصيب زي ما قلت. يعني يسرا اصلا ما كانش متوقع انها توافق تغنيها، الراجل بيقول لها عايزينك تغني مع ابو، ومع ذلك وافقت لما سمعت الاغنيه. لما ابو سمع الاغنيه للمهندس نجيب ساويرس قال له لازم تتصور لمهرجان الجونه، ونجوم المهرجان كانوا موجودين فشاركوا في التصوير، عشان كده بقول تحس انها سكتها سالكه. وغير كده ابو عمل مجهود قوي، فاغنيه حلوه جدا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا.